صباح الخير يا جماعه. صباح الفل يا رجاله. في البيت لا انا بتمرن، ولو عديت على اصحابي هتلاقيهم بيشوفوا على الماتش برضه بتمرن. اولويات. يوسف قص الحته اللي فاتت دي. ايه يوسف ده ماسك عليه يعني كميه فيديوهات ممكن يبتزك بيها، مثلا تبعت له في الشهر 10000 جنيه ولا حاجه كل شهر. نشتغل سوا. انا بصراحه يا جماعه مكسوف جدا ان انا العب بالاربعينات، انا ما عملتهاش مثلا من تاني سنه ليا في الجيم. دي يا حبيبي معلش بس ممكن تهرش لي هنا عشان مش عارف اوصل لها. مش عارف توصل لها. هنا الثانيه. شايف الحته دي كده. الحته دي اهرش بقى، اهرش جامد. صغنونه يودي برضه امبارح كنت في حوار كده، الشقه عندنا بتولع. واحد اقسم بالله العظيم، واحد بعت لي يا كوتش اللينك بدل مش شغال ويتصل يا عم بيولع يا عم. واحد بيقول لي انت عامل البليله بالرز؟ هو في بليله بالرز؟ على ايامي كان الرز بلبن مش بليله بالرز. ايه ده؟ ما تظلمونيش يا جدعان، شكلها شديد، شكلها قوي في الفلوج. امال ايه اللي حصل؟ ايه القرف اللي انا شفته وانا بعمل البتاع ده؟ يلا بينا الفائز الاول معانا ابراهيم عصام. إبراهيم عصام. الف مبروك يا ابراهيم. والله العظيم كنت بساعد، بحلف بالله ابطل اكل بليله لو كنت بساعد. انت ايه يا كوتش اللي انت بتقوله ده؟ البليله بتشبع. قول شوفان يعني مش عايز اشتمه مش عايز اقلب على حد. تعال نتكلم بشكل علمي. الراجل ده فيه طاقه. انا بصراحه مطبق من امبارح، ولكن ده مش استهبال ولا ده دلع. بدون يعني الدخول في تفاصيل كتير، انا اصلا ما كنتش اصور فلوج النهارده خالص، ولكن قلت لا يعني شارككم الحلو والوحش حتى لو فلوج صغير. شفت الفلوج الاخير انا عملته قد ايه؟ 50 دقيقه. واحد بيقول لي ما تنزلوا ليه احسن يا عم، ايه كل ده؟ بيقول لي ده قليل قوي. المهم انا بصراحه قلت اعمل الفلوج حتى لو يكون قصير قوي، يعني زي ما بشارككم الحلو والتمرين وبتاع، اشارككم برضو ايه اللخبطه الواحد كان فيها. الشقه اللي جنبنا ولعت امبارح بالليل. كتبتوا شقتكم. طبعا ما انا مش عايز بقى، ما بحبش اقعد اكبر المواضيع في الفلوج واقول لهم والدنيا، بس فعلا الموضوع كان كبير جدا وايا كان يعني. فضل في المستشفى 7 الصبح يعني. ايا كان يعني يا جماعه، فانا مطبق من امبارح. كان عندي مشوار مهم جدا فما عرفتش ان انا ارجع انام، ومشوار في اكتوبر، مشوار حكومي. وطبعا ما اقولكوش على المشاوير الحكوميه، انا وبودي دلوقتي متمرمطين فيها الحمد لله يعني. انا لسه كنت في مشوار حكومي برضو والله، مرمطه المرمطه من بدر. هعمل الحاجات بتاعتي. الاي دبل اللي بيطلع عضل ده انتوا عارفين لحد ما انتوا ايه هاخد بس البري الاول. طبعا مش محتاجين نقول كوتش ادي 10 وخلص فنجيب علبه ثانيه. كنت في مشوار حكومي كمان في اكتوبر، عقبال ما جيت الساعه 1 بالليل 1 الظهر، مش مركز. ايوه جيت 1 الظهر يا دوبك استحميت وجيت على الجيم. انا بجد فعلا مش شايف قدامي، بس انا سالت نفسي سؤال، قلت ايه اللي احسن، ان انت تيجي وتاخد تمرينه حتى لو مش احسن حاجه، ولا انت تقعد في البيت تنام وما تجيش؟ ان انا اجي طبعا. وبعدين بودي ممكن ياكلني لو قلت له ان انا مثلا مش هاجي اتمرن، بس هو ما اتمرنش معايا بقاله كتير. انت بقالك كتير قوي غايب عن الفلوجات على فكره. انا بقالي كتير غايب عن العالم كله، عن الحياه، بتمرن الساعه 6 الصبح. فالمهم يا رجاله، امبارح كمان عامل جلسه علاج طبيعي، فالدكتور بهدلني بقى يعني اكسترنال روتيشن تمارين كتير قوي، فكتفي اصلا وجعني فاهمني. طب انت جاي تعمل ايه؟ جاي اتمرن، بس هقل يعني ههدي الانتنستي شويه، العب باوزانك مثلا ولا حاجه، مش لايقه معاك انت، مش لايقه. بس انت انا بقول بقالي كتير فعلا ما حضرنيش في الفلوج. سؤال مهم قوي 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 قوي. انت متابع التطور اخر فتره ولا مش متابع؟ بشوف. مش متابع. انت كده مش متابع يا جماعه. على فكره الراجل ده ما كانش متابع فلوجات، ما كانش متابع ان انتوا كتبتوا في الكومنتس ان احنا بنحب فلوجات بودي، ما كانش متابع يا جدعان اي حاجه خالص. يا جدعان والله العظيم ثلاثه. انا يعني طب اشرح لهم طيب حوار المستشفى طيب ولا اعمل ايه؟ انا في مستشفى وبحاول من مستشفى لمستشفى، امتياز وكلام اهبل كده يعني. المهم الحاجات دي بتاخد مني طول اليوم. انا بتمرن الساعه 6 بخلص الساعه 8 مثلا، الساعه 8 لحد الساعه 2 شغال في المشاوير دي والقصص دي. ادعوا لي يعني بالله عليكم. بودي شادي ينام كويس بالليل ويصحى يتمرن معايا الفجر. احنا اتعرفنا على بعض كده، عايزين نروح نجرب ايام البرايم دي. بس مش برايم الفورمه، هي برايم الالتزام مع النفس. صح بصراحه. لان انا شايف مكسوف اقول كده او خايف اقول كده بمعنى صح، بس انا عايز اقول ان ده برايم الفورمه اللي انا فيه دلوقتي ان شاء الله، بس مش برايم الالتزام مع النفس خالص. بس برضه اقسم بالله بيحصل لي حاجات مش طبيعيه يا جدعان، اللي هي طبق في المستشفى من امبارح بالليل، وانا اصلا لو قعدت احكي لكم في ديتيلز تتخضوا، وانا بحب دايما اخلي الامور بسيطه يعني. الحمد لله. النهارده عندنا تمرين ابر، وعندنا ثواني واحده، عندنا يا جماعه نتيجه الجيف اواي بتاع الفلوج اللي فات. قلت في 3 هيكسبوا، اخلي بودي يختار واحد وانا واحد، ولو في حد جوه اظن بسام جوه بيتمرن طبعا اتاخرت عليه، اخليه يختار واحد. طبعا احنا مش هنختار بالطريقه العشوائيه ان احنا نقعد نجري الكومنتس، لا انا جايب بلاتفورم كده بتدخل لينك الفيديو، هو بيختار لك 3 بشكل عشوائي اهو يا جدعان للمصداقيه. تمام، هحط بس لينك الفيديو واجي لكم. عارف يا بودي كام واحد عمل كومنت؟ كام؟ 1300 واحد. ان شاء الله. بودي بصراحه يا جماعه كل الحب ليكم، اقسم بالله انا عمري ما كنت اتخيل ان كم من الناس تكون متاثره بالفلوجز. مش هقول لك متابعه الفلوجز، في فرق بين متابع وفين فعلا او بيشوفها وما بين ان هو متابعها فعلا. ليه ايه اللي عرفني ده؟ ان انا قلت اكتبوا لي في الكومنتس ايه اكتر فلوجات عجبتكم وليه، فلقيت الناس بتشرح انا عجبني الفلوج ده عشان كذا، وعجبني ده عشان كذا، وعجبني ده عشان كذا. فتحوا برضو عيني على حاجات اللي هو تخيل، عارف اقسم بالله نص الفلوجات، والله نص الفلوجات اللي عاجبه الناس دي فلوجات انا ما كنتش هنزلها. في فلوج واحد انا مسميه اركن مشاعرك على جنب، والله الفلوج ده انا كنت همسحه بعد ما نزل بنص ساعه. ولا في فلوج اسمه اركن مشاعرك على جنب، والله بعد ما نزل كان هو صورته رو دي لوج، والاديتور افتكر ان هو نورمال، فملونه يعني. المهم طلع بهتان خالص، قلت ايه القرف ده، كنت همسحه. لقيت الناس كلها الفلوج ده فلوج فعلا. الفلوج ده انا يومها كنت مخنوق فقعدت اتكلم من قلبي. ايوه فاهم. بس يعني نرجع لموضوعنا. بيكا كومنت، يلا بيكا وينر. امسك يا بودي عشان بس اصورك. يلا بينا الفائز الاول معانا
ابراهيم عصام. إبراهيم ألف عصام. ألف 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 مبروك يا ابراهيم. فيما اخويا الف مبروك يا باشا، علبه بروتين من ايفولف. ابعت لي بس على الدي ام وهتلاقيني برد عليك ما تخافش، او حتى اعمل لي كومنت على اليوتيوب خد سكرين شوت اهو. اعمل سكرين شوت. ابراهيم ده ابراهيم ده ابراهيم عصام 7700 ابراهيم عصام 7700 حاسس احلى. 7700 7700. الف مبروك يا ابراهيم. دلوقتي دور ان انا اختار واحد ونقول بسم الله. اوبا محمد عيسى فلوج. محمد ثانية عيسى. عشان هي مش لازم تخليها من بعيد شويه. لا 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 اهو كويس. محمد عيسى. فلوج التراويح بتاع مسجد الازهر برضو كان جميل. ماشي حبيبي يا محمد. لا ده كان حلو فعلا الفلوج ده. الفلوج ده كان مع ضياء ده. كان مع ضياء. مع ضياء. اخويا كان مسجد عمرو بن العاص الازهر ده كان مع ضياء. ده جميل الفلوج ده فعلا حلو. كان اول فلوج يضرب ليك اصلا. من الازهر؟ لا كان في صح. أيوة. بودي يا جدعان يا جدعان متابع بودي يا جدعان. متابع نختار التالت بقى ونفكس لبسام. تيجي نختار التالت انا وانت ندوس مره واحده. يلا بينا. هنقول 1 2 2 3 3. محدش داس. محدش داس. 1 2 3. انس فوزي. عامة كل الفلوجز انس فوزي. عامة كل الفلوجز لا تستاهل المكسب. يعني انت جميلة. كده انت كده تستاهل المكسب بصراحة. طيب يا هو اللي جماعة. فات ما كانش حاطط كومنت. كان حاطط اول واحد كان حاطط قال ازهر. لا اول واحد قال لك كل الفلوجز برضه بجد قال كل رغم الفلوج؟ ان انا قايل في شروط المسابقه أيوة. ان انت تقول فلوج معين عجبك فاهم. بس ماشي عشان يلا مش انت مشكلة عشان قلت لي نختار كل موقف. الفلوجز وكده فخلاص يعني انت رشوه صريحه دي. الف لا مبروك بس يا الف مبروك رجاله. للناس اللي كسبت. عايز اقول حاجه مهمه جدا قبل ما نروح اتمرن. ده في اي حد ما كسبش مش هقول لك الجيف اواي الجاي ولكن خليك متابع اعمل سبسكرايب. ليه بقى؟ مش هقول لك عشان الجيف اواي عشان عايز اوصل 100000 قبل رمضان دي حاجه ان شاء الله باذن الله. والحاجه الثانيه عشان هعمل جيف اواي تاني قريب بس انا بصراحه سايبه سري كده لحد ما يتم. فلو انت ما كسبتش دلوقتي خليك متابع عشان في جيف اواي. يلا الاي دبل اي اللي شادي بياخده ده بتاع الناس اللي لسه مش عتاوله. لسه نونو. اي دبل اي بلس بتاع الناس العتاوله. في الكترولايتس يا شباب. انا باخده عشان الالكترولايتس بس والله ما ملوش اي 30 لازمه. شباب انا حاطط هنا 3 سكوبات كارب وسكوب دبل ايه هو ده الكلام اللي بيطلع عضله. فلوج جديد ده فلوج في اخر التمرين خلاص. تبي لك كام تمرينه؟ انا ما لعبتش كتير، لعبت بريس ولعبت لاترال ريزس وده تالت شكل. فاضل لي ايه؟ فاضل لي فلايز وفاضل لي مش عارف التليفون بقى. انا لعبت اماميات امبارح مش هلعب النهارده. خلي انا لعبت هاك وليج اكستنشن مع بعض. الحاجه دي اصلا بالنسبه لي غريبه. الاكس اكستنشن مقبوله شويه. انا هثبت خلاص تمرين الرجل. يلا بينا. هلعب 3 عدات بس قشطه يعني. هلعب 3 عدات ده قاعده 70 ولا 75؟ 80 انت دلوقتي عدلتها من كام لكام؟ 75 80. ده محترم كده. فكرتك بتقلل ان شاء الله. بس انا حاسس ان انا ببوش داون رقبتي. لا عادي. يوسف حط لحد ما العدات تبقى حلوه. مدرعه كمان. جميل قوي. انا دروب ست. دروب ست. عندي ايه النهارده؟ انا عايز اعرف انا عندي ايه. عندي ابر باك اول حاجه مجموعتين. بقول لك ايه هو اللي ليه ما لعبش بنت اوفر رو النهارده جاي معايا اول على بنت اوفر رو. يا جماعه انا اوريكم حاجه حصريات للفلوج مستوى الحالي يا نهار ابيض. النهارده قبل ما اكل اي حاجه. فيها ان انت بتنشف. مش عارف ازاي. بيقولوا ان الواحد في اكتر ايام تعبان فيها بياخد احلى تمرينه. لما نشوف ايه اي حاجه عايز تتقص قول دلوقتي. يوسف قص الحته اللي فاتت دي. ايه يوسف ده ماسك عليه يعني كميه فيديوهات ممكن يبتزك بيها مثلا تبعت له في الشهر 10000 جنيه ولا حاجه كل شهر. نشتغل سوا بس. المفروض انها تمرينه مع بودي ولكن بودي غدر بيا قال لي هخش الحمام وما جاش تقريبا خد بعضه ومشي فهبدا انا بقى. بسم الله. طيب يا جدعان انا دلوقتي محرج للغايه ان انت داخل تلعب فراشه مزنوق في الكلام ومش عارف. خلي بالك شفت اللي بيقول لك واحد تاني كاتب الفراشه اهم حاجه في الحياه واحد كاتب بسام لما بيتزنق مبقاش عارف يرد. ما انا ما بعرفش ارد عموما في اي حاجه. يعني المفروض كده بالنسبه لهم 1-0 يوسف ياسين ما يعرفوش ان انا قص الفيديو. ما يعرفوش ان احنا بنهزر. ما يعرفوش ان يوسف بيهزر. الناس قعدت تكتب لي في الكومنتات انت زعلت من يوسف وحقك على فكره. أيوة. واحد بيقول لي على فكره هم بينافسنوا يا لهوي قلت له اعمل دول اخواتي يا عم. بحس ان الناس اللي بتتفرج علينا هو بيفتكرونا ان احنا مش بني ادمين اصلا. فاهم اللي هو انت ما عندكش حياه بقى واصحاب وناس بتهزر. ايه ده؟ طب ما الجهاز ده حلو. هو ايه لازمه ده؟
طب الجهاز ده حلو فعلا، ما بلعبش عليه ليه؟ ايه ده؟ ده عشان لو وزن زياده يعني؟ ده كان لحاجه بس مش فاكر ايه. ممكن تحط عليه وزن زياده. على اساس ان في حد هيحط طارات للاخر بقى من ورا. ما خلاص يا ابني بتعمل ايه؟ صح. وايه ده؟ انت سليم فعلا، ده عشان الرينج. نزلها كده. باظت على المدى، باظت بجد؟ ليه كده؟ شوف لك جهاز تاني بقى. وانت عملتها ازاي؟ رفعتها لفوق. لا ما باظتش. عملت ايه؟ دي بتترفع بص. خلاص بقى ما تبوظوش. طب انا راجل مطبق مناديل. من امبارح وما كنتش هتمرن اصلا. عبد الله كلمني قال لي يلا بينا على الجيم. طب يلا بينا ليه لما هو يسيبني كده؟ يا جدعان لما اقول لكم خدوا تمرينه من الفلوج تبقى تمرينه كامله، لما اقول لكم ما تاخدوش التمرينه من الفلوج يبقى ما تاخدوش تمرينه من الفلوج، عشان حاجتين، ممكن تكون التمرينه مش كامله وممكن تكون مش دي التمرينه الاساسيه بتاعتي، فمش عايزكم تتسوحوا. انا عايز الناس تتفرج على الفلوجز عادي انها تاخد الورك اوت، ولكن لما انا اقول لك ده فعلا كده الورك اوت بلان بتاعتي، فاهمني؟ فمن فلوجين كده او 3 صورت يوم كامل ليا، قلت لك ده تمرينه كامله ليا. النهارده ما تعملش كده. انا اصلا الحمد لله ان انا جيت اتمرنت، انا من امبارح وانا في حاله سيئه شويه يعني وتعبان، ما نمتش حاجات كتير يعني، فقلت اجي عشان حاسس ان التمرين هيخليني احسن، وده فعلا اللي حصل. حاسس ان انا احسن شويه، ولكن انا مفرهد سيكه، وفي نفس الوقت لا مش هقول مش واكل كويس، انا واكل كويس قوي يعني، حاسس ان انا عيني مسقطه رغم ان انا معايا سكوبين كارب وخدت سكوب بري وكده. احنا اول شكل معانا كان ابر باك ماشين. انا صورت تقريبا مجموعه وانا مقفل، وبعدين ما صورتش مجموعه وانا حاطط جيم بين وطارات وكده. المهم ده كان اول شكل معايا، شكل ابر باك. تاني شكل معايا هو شكل فلاي، ولكن جددت بدل الماشين اللي هناك جربت العب الماشين دي وهي حلوه بصراحه، ولكن هي يعني تخلع الكتف على طول، لازم وانت بتجيبها. ده عشان بسام. لا هي ما تخلعش الكتف، ده عشان بسام هو اللي عملها كده. ثواني. لا خلاص ظلمت الماشين. المفروض ما ارجعش كل ده عشان الاصابه. بسم الله. بس انت ماشي ولا ايه؟ انت رايح فين؟ عايزه؟ انا في حاجه ما بفهمهاش تماما، كويس ان انا افتكرت الموضوع ده دلوقتي. واحد بيقول بس الصراحه ما اتبسطتش بفلوج اليوم، اقول له ليه؟ بس انا اهم حاجه بالنسبه لي الناس كلها تكون مبسوطه. اللي بعده بيقول يا اخي عايزين فلوجات كل يوم، مش طبيعي المتعه. طب الحمد لله. فلوج مع ايفولف، في فلوج قادم مع عبد الرحمن، وبعدين فلوج بعده ان شاء الله مع سيف هبعت له ونظبط الدنيا. الناس اللي بتقول حسيني فين؟ حسيني بقى لله يا جماعه. حسيني هتشوفوه كده بعد فلوجين 3، اديته اجازه شهر من الفلوجات، لقيت الناس حباه وقلت لا ازاي يعني اطلع مع حسيني بره الفلوجات. بصراحه بهزر. حسيني بيمتحن دلوقتي، دعواتكم يا جماعه، مضغوط في امتحانات الفاينل، كل ده عشان يبقى اسمه ايه؟ مهندس محمد حسيني. تصدق شخصيته فعلا مهندس. واحد بيقول لي انت راجل محترم والله. مانجو حبيبي يا مانجو، انت راجل محترم والله. كل الكباتن بتوع الانستجرام يبقى كل همهم ان هم يخلوك تشترك، وبعديها هيبعتوا لك نظام التمرين اللي بيبعته لكل العملاء، واحلى فلوج بتاع التمرين والبوزنج. حبيبي بس ايه الغلط في كده؟ ما هو طبيعي انت هتشترك الاول بعدين يبعت لك نظام التمرين بتاعك. فلوج عبد الله جمال، عبد الله جمال سايبني وقاعد بيتكلم في التليفون، ناس ان في تمرين تقريبا. دي ابروفد باي شادي طارق، يعني مفيش ابحاث مفيش دراسات، انا اللي بقولها لكم. تمرين الدمبل لاترال ريزس هو اقوى تمرين للكتف الجانبي. ايه يا عم؟ شفت الفلوج اللي فات؟ انت طلعت قليل ليه كده يا عم؟ حاسك كنت مختفي في الفلوج. ليه كده؟ مع انت في الحقيقه ما كنتش مختفي. لا ما دي موجوده. طب يلا خش معايا، غير بسرعه تعالى خش معايا. انا اصلا نفسي في حد يمرني لان انا اصلا كسلان النهارده. طب اذا كان كده بقى الفلوج يحلو. انا كان المفروض جاي اتمرن مع عبد الله جمال بس هو كرفلي. والله يا جدعان والله يا جدعان ده اللي كان ناقصني. انا تعبان وكل حاجه بس التمرين غير، التمرين ده هو اللي طلع الطاقه اللي جواك دي. بس انا كنت عايز حد يتمرن معايا فعلا، ان انا بطبعي يعني انا جاي ايه اللي انا بقوله ده؟ ايه اللي انا بقوله ده؟ انا عايز اقول ان انا جاي النهارده تعبان، فعايز بقى اللي يديني البوشايه دي. نرجع لموضوعنا. دراسه انا اللي عاملها، الدمبل لاترال ريزس ده اقوى واعظم تمرين للكتف الجانبي لو عايز كتفك يتطور من ابو اخر. انا لسه ما فيش دراسات على الكلام ده، جايز يثبتوا الكلام ده قدام، بس انا بقولها لكم من دلوقتي. تمرين الدمبل ملوش مثيل. اقول لكم دراسه ثانيه انا اللي عاملها برضه، بس يا رب يا رب الدراسات قدام تثبت ده. الكتف الجانبي دي عضله خارقه بتستحمل فوليوم كبير جدا، ده اللي انا اكتشفته. يا اما احنا مش بنديها حقها لان هي عضله مش بتخش كسكندري ماسل في تمارين كتير، او شبه ما بتخش غير في حاجات بسيطه قوي 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 قوي. فليه يا جدعان ما تزقهاش فوليوم يا جدعان؟ ليه ما نديهاش مجموعتين وثلاثه واربعه خلاص يا جماعه. انا بقول اللي انا عملته، بس انا بجد كتفي اتطور قوي 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 لما ركزت ان انا ازود مجاميع في الكتف الجانبي. وانت برضو بليميت، يعني انت مثلا ما تبقاش ماشي 3 مجاميع وتنط على الست على طول، لا زود مجموعه. اتطورت والدنيا تمام وبتزود اوزان، جرب تزود مجموعه كمان. اتطورت زود مجموعه كمان، ما تتطورش خلاص يبقى دي السويت سبوت. هي انت تلعب 5 مجاميع مثلا للعضله في الاسبوع. انا بالنسبه لي اكتر من كده طبعا، ولكن بتطور عليها جدا 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 جدا. فمعا يا جماعه ان احنا ندي جنك فوليوم للكتف الجانبي. الناس هتقيم عليها لحد بعد الفيديو ده. وانا بعمل ايه؟ مش انا سخنت؟ حياتك تبقى احسن بكتير بعد ما تزود مجموعه او مجموعتين او 3
لكتفك الجانبي في البلان بتاعتك. طبعا الكلام ده لا يخص الكلاينتس بتوعي، يعني انت لو كلاينت عندي ما تقولش طب انا هزود على البلان مجموعه او مجموعتين او ثلاثه، انا كده كده يا باشا عامل لك البلان اللي طلع لك عضل على طول. يا لهوي الساعه 5:30 النهارده في ماتش مصر، كنت عايز اتفرج عليه، ما اتفرجتش على ولا ماتش من اول ما البطوله ابتدت. يلا يا ادم بقى، انا مصدقت حد يحمسني في التمرين. يلا اوريكم اعظم اداء لللاترال ريزس. على فكره الحلول اللي قالها يوسف حسين حلوه جدا يعني. ان انت ما تتخيلش ان انت بترفع الوزن لفوق، تخيل ان انت عايز تلمس حيطه جنبك، فبدل ما انت بتعمل كده لا انت بتزق الاقصى حاجه، كأن انت بتبعد دراعك عن جسمك خالص، تفرق معاك فشخ. وشاوت اوت يوسف حسين على المعلومات الجامده دي. يعني لما حد يقول حاجه حلوه اديله كريدت ان هو اللي قالها عادي يعني. يلا يا ادم، اقسم بالله فرحه عمري ان انت تيجي تتمرن معايا. انا يا ابني ايه اللي حصل بقى معايا؟ انت عارف عبد الله جمال طبعا طعنني في قلبي. ليه يا باشا؟ انا النهارده كنت مطبق من امبارح ما نمتش، حصل لي كام قصه كده يعني. فالمهم يا باشا جيت على الجيم، قال لي تعالى وهنتمرن. اول ما جيت الجيم قعد يتكلم في التليفون بتاعي. انا عايز بقى تشجيع ادم، اللي هو تشجيع ده، فاهم؟ الفلوج اللي فات كان مميت. بس طويل قوي طويل قوي. ايه يا عم ده؟ بس هو الايديتور مش ذنبه. انت عارف الفوتج نفسها قد ايه؟ 3 ساعات يا ابني. هنقعد نعمل بيب بيب بيب. كان في كتير اتشالت كتير قوي. بس انت اكتر حد عامه شلنا منه. عشان وانت ناسي اصلا ان انت عارف ان انت اكتر واحد كنت بتاخد وتدي يومها، واكتر واحد مش باين في الفلوج انه بيتكلم، عشان كل كلامك اتشال. كل كلامك اتشال. الناس اتفرجت على الفلوج افتكروني زعلت من يوسف بجد. جبت العربيه. بقول لهم انا مش زعلان يا جدعان. يا جماعه احنا كنا بنلف قبلها على اكل بس مش لاقيين بقى. عملت ريبلاي على الكومنت ده، قلت له يا عم الرجاله دي اخواتي يا عم، انت بتقول ايه؟ انا اصلا النهارده قاعد ابعت ليوسف ياسين، قلت له مدربي الفاضل والله العظيم ارد عليك في خلال سنه. بسم الله. جامد ماشي. انا هخش ورمنج اب 6. والله يا اخي انا فرحان في حد اتمرن معايا. كنت النهارده جاي كسلان جدا. جاي فايق فشخ، بس عايز حد يتمرن. يلا بينا. مش شرط يا جدعان دايما الورمنج اب 6 تكون تسخين للعضله، يعني انت ممكن تكون دخلت شكل باك وتخش شكل باك تاني وتخش ورمنج اب 6. في الحاله دي مش عشان انت العضله يعني وتكون ورمنج اب ليها ولا كده، ولكن عشان تتاكد من الاكسكيوشن بتاع التمرين اللي انت بتلعبه صح، تتاكد ان قعدتك مظبوطه بالظبط، السيت اب، كل الكلام ده. فمش شرط يعني الورمنج اب دايما ان انت بتسخن يعني. يلا بينا. لسه فيه ما شاء الله. احنا والله العظيم ما كناش بنتمرن، بس انت لو شفتني وانا بفلوج قبل ما انت تيجي قاعد العب كده. يلا بينا. تاخد مني نصيحه، زود بلاطه على طول من قبل ما تبدا، لان انا هزود بلاطه. يلا جامد ان شاء الله. جميل جامد. كمان لسه بدري قوي، في قعدتين. 1 يلا لاست 1 اجمد. جميل خلاص زي الفل. بس تمرين باي، تلعب ظهر وباي. انت زودت اصلا. بول اوفر بقى، شيل باي خالص. بس انا مشكلتي مع البول اوفر حاجه، البول اوفر ده من اعظم تمارين الباك، ولكن انا مشكلتي في حاجتين. لما بلعب ايديا الاثنين خفيف قوي، ولو هتقل واحط جيم بين الكور بيشتغل معايا بشكل مش طبيعي. بتلعب بشدك ساعات. ففي الحاله دي بروح اعمل ايه؟ اروح العب سنجل. طب لو انا بلعب 3 مجاميع ولا مجموعتين اقعد احسب بقى. ما انت عارفني انا كاره للسنجل. كسنجل بقى الماشين روينج جميل كده طبعا، بس انا عشان ببقى عايز اوفر 6 في اليوم فبلعب هنا بايديا الاثنين. بس كده سنجل عظيم. ما مش هقدر اقول حاجه عظيم بجد. بس انت عشان تلعب بالاثنين هيبقى خفيف. لا هيتقفل كده. حلو. ايز ما شاء الله. 3 ايز. ايه الضعف اللي هنا؟ يا عم الحمد لله على السلامه. انت لسه فاكرني؟ انت ما كبرت كده ليه؟ لا في ايه؟ انت بتصور الكلام ده؟ كبر نفسه. تيجي يا حبيبي نشوف دلوقتي مين دراعه اكبر. لا هو انا كده دراعي. اخويا ودي. انت عارف ادم ولا لا؟ ادم؟ اللي هو ابو حجر ده؟ هو ده شخصيا. أيوة. هو عشان ايس كاب يعني. هو ابو حجر. هو ادم من الشخصيات الجميله في الجيم هنا. شفت الفيديوهات بتاعته كان طالع لي مره كده لذيذ قوي.
دي حقيقي، ده بجد والله. وانا انت عارف انا اصلا ما بتمرنش مع حد يعني غير قليل يعني. ايوه فاهم. فعلا مبسوط معاه في التمرين، بيخليني ازود اوزان، بيشجعني ان انا اطلع احسن. انت محيط خلاص. شطبت العالمي. انتوا كل اللي انا قلته يا جدعان، انا وبودي اخوات. جميل قوي. حاول بقى ما تمشي لورا اكتر. حلو قوي قوي قوي. كمان جميل. شوف عندنا بقى 2 ولا 3. اوه لا انا ما عنديش، عشان لعبت ابر باك مجموعتين وهنا 3 مجاميع، انا ما عنديش تاني. بس انت لو هتخش روينج ما تخش، ما تزودش عن كده. دي يا حبيبي معلش بس ممكن تهرش لي هنا عشان مش عارف اوصل لها. مش عارف توصل لها. هنا الثانيه. شايف الحته دي كده، الحته دي. اهرش بقى، اهرش جامد. صغنونه. يودي برضو انت ايه يا ابني كل مره يا اخي حبني مره. العضلات دي بتحتاج تريكفر، فمش عارف اتمرن بكره معاك. بس كان لسه بيسالني وانا قافل الكاميرا هتمرن بكره ولا لا. يعني انت بص الشيست كده. ماشي بلعب كارديو مش شالوه مش هزيد دهون. بكره اجازه، واحتمال بعد بكره اصور فلوج مع عبد الرحمن صلاح. خلاص بقيت عندك الليستايه. خلاص عندي ليست. امشي كده. يلا حبيبي روح بكتافك الصغيره دي. لسه تقول لي كتافك الكبيره كنت هتبسط وحضونه. اصغر كتاف شفتها في حياتي. اصغر كتاب شفتها في حياتك تقريبا، ما شافش غيري كده. طبعا يا جدعان انا من ساعه ما اتصبت ما لعبتش دمبل بريس بقالي قد ايه؟ ده اقسم بالله يجي سنه مثلا. فانا عندي شكل تاني فلاي، انكلاين فلاي، ولكن عشان ما اظلمش ادم معايا كده هو مش هيلعب كل فلايز، فقلت له خش بريس عادي وانا اخش على الهادي معاك عشان موضوع لا عشان الاصابه، مش حاجه ثانيه والله. الدكتور رحت له امبارح قعد يعمل لي تمرين اكسترنال روتيشن وروحت ولسه باقي لي يعني سيشنات كتير قوي. انا حجزت 6 وقلت له لما يخلص ابقى اجدد تاني. مش عايز ازود عن 40 مثلا. انا اصلا ما اعرفش الاوزان هنا كام، ما اعرفش دي كام. انا عارف مين فيهم. يعني دي 60، دي 58 كيلو بالظبط يعني. ودي 65. مفيش 50 هنا. 50 فيه بس بالشكل تاني اهي في الاخر خالص. بس انا قعدت ادور على 50 قلت اكيد مش ازاي ما لا موجوده. بس انت اصلا 50 اظن بالنسبه لك يعني كارديو. انا عشان بقالي كتير ما لعبتش اصلا. وخلاص عشان ده كمان فري ويت. انا دايما بقيت ده بخش دي حقيقه. ماشينز. وعلى فكره اصلا الدمبلز انا بالنسبه لي افشل بكتير. هي انا بحبها جدا بصراحه، بس هي انا عشان عندي تشيستي في فتره كنت دايما بقى بتغابى في الاوزان وطلعت لل 70 وبتاع. اوف ما شاء الله. 75 تفتكر ده سبب ان بودي اكبر عضله عنده هي الشيست، انه بيلعب دمبل بس؟ بجد. اقسم بالله دخلت فتره وصلت لفيل 75 كيلو ما شاء الله بجد. كنت بجيب 6 ريبس 7 ريبس هخف بس كنت بقى لازق هخف واحط دمبل بريس عندي في الجدول. في مره وقعت على وشي. هي كده مميت يعني، ما فيهاش سيفتي زي الماشينز كده جدا. لا يلا بينا خد واحده ورمن كمان. انا عامل كده. ده اخر واحده لعبتها بكام؟ 32 انا هخش ب 40 وانا عايز اقول لك ابدا 60 على طول، بس انا قلقان عشان ما تبقاش. يلا بسم الله. جميل قوي ما شاء الله. بس يا ادم خلاص. عارفين يا جدعان الاحساس لما انتوا تبقوا متصابين بس الوزن كده بيغريك كده، تنزل 50 كده تلعب مجموعه وتتصاب بعديها. واحد بيقول لي انت عامل البليله بالرز؟ هو في بليله بالرز؟ على ايامي كان الرز بلبن مش بليله بالرز. ايه ده؟ القلب راب ده جامد، انت جايبه منين؟ بس ما لقيتش حاجه. انا فاكره ماسك. معايا واحد بتاع الكور بتاعها. بس مش مقاسي. صغير ولا كبير؟ مقاس صغير. دي المشكله. عشان كده يلبس بتاع الرجل. بس انا التاني ده بيزهقني ويفك وبتاع. ماشي مش عارف اتبسط لو جه مقاسي عشان هلعب بيه ولا اتضايق عشان دراع صغير. مش عارف. ابو دي بحبه يا جدعان. ده ما دخلش في دراعك؟ انا حاسه يخش في دراعي. اهو بص بتلبس من الناحيه دي كده. دي تبقى هنا كده زي ما عملت؟ عشان كده تعرف تدخله يعني. لفه تعمل انت كده وريني. كده عشان انت لازم تتغلب عليه بقى. تمام عشان ده بيتلبس مره بس. يلا نشد شده محترمه. اكتر من سنه ما لعبتش دمبل بريس، وكمان الاصابه ممنوع. بس انا بعمله ده غلط، ما حدش يعمل زيي. لو انت ممنوع من تمرين معين مش هو اللي هيطلع لك عضل. كبر دماغك. انا بس عشان تمرينه فيها حماس شباب. انا بصراحه يا جماعه مكسوف جدا ان انا العب بالاربعينات. ما عملتهاش مثلا من تاني سنه ليا في الجيم. محدش يبص عليا بقى. ما شاء الله. ها قولوا ايه؟ ايزي ما شاء الله. الله ايزي. انا شايف انك تصيب. هي خفيفه فاهم. شايف انك تصيب. الكلام اللي بقوله لنفسي قبل الاصابه ده. سيب زود، محدش يحس بحاجه. ما انت 50 ولو لقيت
ما انا الفكره مش هحس في وقتها، بس ماشي يا 50 ايزي بصراحه. يلا يعني اصل انا شايف ال 40 ايزي قوي. ايوه ايزي فعلا. حاول تكنترول بس لو وانت بتنزل كده شويه. لو حسيت حاجه ارمي. طب اطلع 60 بقى على طول يا ادم. يلا 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 اللي هي 125 دي. اكيد اكيد اكيد. يلا هب ايزي خالص لوحدك والله ان شاء الله. خلي ايدي للامانه يا عم، اقسم بالله لوحدك. لوحده 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 لوحده. ماشي اتصور بس كنت هقول لك قبلها اصلا ما تطلعش العده دي. والله العظيم انا عايز اقول لك انا مش بساعد، انا قاعد بس بطلع وانزل احتياطي قوي. والله لازم كنت بساعد، بحلف بالله ابطل اكل بليله لو كنت بساعد. لازم والله اقسم بالله تكبر قوي. بس انا عندي مشكله ودي بوجهها اهو قدام الكاميرا. بالظبط اقسم بالله دي مشكله. هو انا قلت ما اشبعش صح؟ ممكن تعمل حله يا جماعه. انا ممكن اخلص الحلقه وانا قاعد. واحد بيقول لي بقى ايه انت يا كوتش اللي انت بتقوله ده البليله بتشبع. قول شوفان يعني مش عايز اشتمه ومش عايز اقل ادب على حد. تعال نتكلم بشكل علمي. لسه نازل ستوري عندي اهو شوفان والله. واخد 60 جرام بالظبط. ايوه ليه بقى؟ ليه؟ شبعوني يا جدعان يا جدعان اقسم بالله بالعقل كده، انت في البالكينج بتدور على ايه؟ حاجه هضمها سريع. لو دورت على اكل فيه الماكرو نيوترينتس اللي انت عايزها بهضم سلس وسريع، انت كده خلاص خدت حظك من الدنيا. حلو؟ فانت البليله من ال 100 جرام بليله فيها 3 جرام فايبر. الشوفان 100 جرام فيه 11 جرام فايبر. طبعا انت ما بتاكلش 100 جرام، تخيل بقى انت تاكل مثلا 200 ولا 300. هتقارن طبق شوفان فيه 30 جرام فايبر ولا 35 جرام فايبر بطبق بليله ما كملش 10 جرام فايبر. يبقى مين هضمه اسهل؟ البليله. يبقى ازاي بقى يقولوا لي بس مش الشوفان احسن يا كوتش؟ اقول له ابسط عليك اتكلم بالبلدي، اقول له يا عم هتهضم بسرعه وبتاع، ما يعجبوش الكلام. اتكلم بشكل علمي وارقام يقول لي ماليش دعوه بكده. امال اعمل ايه طيب؟ فلا محدش بص اي بلويد ما بركزش يا باشا. انا عايز الاكل كوتش انا ما بشبعش من ده. فاهم؟ طب يا ابني ما تفكر ما تشبعش منه ليه؟ مثلا فاهم؟ ما هو انت مش بتاخد البرنامج وتطلع ما يجيب ام الكوتش. معلش سوري يا جماعه يعني. لا دي عادي تتحط عادي. بتكلم بصراحه والله. انا عشان كده ما عنديش اونلاين كوتش. عشان بريح دماغي. بجد ما عندكش اونلاين كوتشنج؟ اقسم بالله رايق. احييك والله انت فايتك. لحد دلوقتي انا مش عايز اعمل الموضوع مع ان الدي امز عندي كلها. ايوه كده كده طبعا. كوتش بتتمرن. بس يا جماعه انا لو جيت امرن بس انت عارف زي دي في جانب منه جميل، في جانب منه هتحبه قوي. في جانب منه ان شاء الله هعمل ده. بس الفكره انا عايز ناس فاهمك حد بياخد الكلام مش هتلاقيه بس حاسس ان الكلام ده ممكن تلاقيه في حتتك اكتر، حته البطولات. بيبقى في ناس جايين ينفذوا، بس عندك مشكله انا مش بعملها انا مثلا. انا عايز اقول لك ستوري. عارف ليه؟ انا برضه عايز اعلمه. انا فاهمك بحب ان انا اعلم حد حاجه. فاهم؟ يعني انا مش هخسر حاجه. بس المشكله ان في ناس بتسال اسئله يا جماعه. ارجع ورا شويه عشان تبارك كده. خليك فهمان، خليك برضه انت حاول تفهم. بس انا هو مش دايما هيبقى موجود. افرض طبعا فاهم؟ مش هيعرف يرد عليك. انت لازم تبقى فاهم. طب انت لو عايز تبدل حاجه باشا في ابلكيشنز دلوقتي وفي يا عم انا اعمل لهم لينك بدايل وحاجات كتير يعني الناس تبدل منها. فالمهم امبارح كنت في حوار كده الشقه عندنا بتولع. واحد اقسم بالله العظيم واحد بعت لي يا كوتش اللينك بدايل مش شغال ويتصل. يا عم بيولع يا عم. لا ده انا ظروف ما تعرفش انت. هو بيكون بيمر بايه اللي انسان الاونلاين كوتش ده انسان اقسم بالله يا جدعان. هو انسان وانا انسان. فاهم؟ بس وفي ناس برضه بتتكلم يعني بودي بيلدينج. هم لو بيشوفوا واحد بياخد سترويدز او بياخد حاجه بيتعاملوا معاه بطريقه غريبه. فاهم؟ لما بيشوفوني ماشي في الشارع او واحده تشوفني ماشي في الشارع بتبص لي بقرف بجد. لا انا بني ادم بحس عندي مشاعر بحب واتحب والدنيا تمام. ما هو بص بقى طالما جيت في حته احب واتحب وانت بودي بيلدر دي انت تتحب دي شويه. اركنها شويه بس. اركنها على جنب. فاهم؟ بس احنا بني ادمين عادي جدا وبنتعامل زي بيقول لك بني ادمين عندنا مشاعر يعني ادنى حقوق الانسانيه. يا عم الناس بتتعامل بطريقه غريبه قوي. فاهم؟ ايوه فاهم. هو بيشوفك لا بقى انت مش بني ادم. انت جحش حيوان ماشي. ما جحش ماشي وبتاخد مواد انا سحلته بالكلام الحمد لله عشان نريح اكتر. يا ابني حاسس انا مش هقدر اطلع. طب 48 لا هي ال 50 كانت ال 40 كانت ايزي قوي كده. انا شايفها ايزي بس انا على الشيست. وانا قلقان على الشيست والله. معلش حطيتها على اليمين بقى. حط انت دي هنا والله. خلي بالك انت لو حسيت بحاجه ارمي كده. مش لازم الايجو ياخدك يعني في حاجات زي دي. لو انت راجع من اصابه ووزن عارف ان انت كنت بتهلفته عادي لما ترجع مفيش حد كبير على الوزن. تعالى. لا حبيب قلبي. لا بسيطه ان شاء الله. ولا تعالى والله اقسم بالله تشجعني.
طب تعالى ده الراجل يا جدعان اللي كان بيشجعني في تمرين الترابيس، بس من غير خبطه عشان خاطر ظهري اقسم بالله بايظ. لوحدك يلا ايزي ما شاء الله. خلي بالك لوحدك مش لازم تجيب فول رينج. جو ايزي جو اول واي لايت ويت اول واي جو لوحدك. ما شاء الله ما شاء الله. لوحدك اول واي. ايه يا عم؟ لا في 100 عدة كمان. دي حقيقه. بس عايز اقول حاجه مهمه. بس يا جدعان عايز اقول حاجه مهمه جدا، لو اي حد بيشوف الفلوج ده تقدر تلعب برينج اكتر مني، بكتير، ولكن انا اصلا ممنوع من البريسات، فكون ان انا بلعب بريس حتى لو رينج مقصوص هو مش مقصوص للدرجه، هو حاجه بسيطه يعني. انا بنزل لحد هنا، انت ممكن تنزل اكتر، بس انا دي هتسوحني. فلو قررت تتجنن في دماغك وتلعب تمرين انت ممنوع منه، خليك ذكي. بقى فاهم انت فوبيا حركتي المفضله اول ما اقلع القلب والرابر مين، نفسي اعرف ليه زعلان مبسوط بعمل نفس الحركه دي، عامل نفسي بتعذب وانا بقلعه كمان الدراع كبير يعني وكده. بس هو فعلا ماسك جامد استراحه يا جدعان، واشوفكم التمرينه الجايه. يا جدعان انا عايز اتكلم في حاجه مهمه، تاثير الصحاب معاك في التمرين. مش شرط الصحاب ده يكون عشره عمرك ولا حاجه، انا ادم لسه عارفه يعني، بجد لسه عارفه حرفيا. انا مش متوقع ان انا اشيل السن. لا هو أهو. اصلا داخل يهزر في التمرين وبيلعب بلايت ويت خالص. مين؟ هو ادم. هو داخل يهزر، فاهمين يا جدعان؟ شادي كان بيسخن بس هو بيحب يداري العين. ايوه حصل. تاثير الصحاب في التمرين، حتى لو واحد في الجيم ما تعرفش اسمه، حتى اقسم بالله ممكن تبقاش عارف اسمه، بس تاخد معاه تمرين عادي جدا. كوميونتي الجيم هتلاقيه اغلبيته دايما الناس بتحب الخير لبعض، كله بيشجع بعض، كله بيحب بعض. واديك انت شفت التاثير في نفس الفلوج. في اول فلوج انا كنت ميت وعامل كده، اقسم بالله شولدر بريس بحط 30 كيلو، حاسس انا مش قادر العبها. ايه الهبل ده يعني؟ ده ايه الهزار ده؟ فاهم؟ جيت دلوقتي واعتاله وزعيق وبتاع، ليه؟ تاثير حد معاك، حد دايما بيشجعك. وده في الجيم، بره الجيم اكيد الواحد محتاج حد يشجعه. والله بجد بس ما عادش ده كتير كله بقى اللي هو انا عايز ابقى انا، فاهم؟ قليل قوي لما يلا يا ابني ما تقلبش عليا، وجع خلينا نتمرن. يا عمور حبيب قلبي، انا في الجيم بتمرن. لا عادي، حقك عليا ايه يا باشا، تتكلم اي وقت. معدي عليهم فين؟ في البيت. لا انا بتمرن، ولو عديت على اصحابي هتلاقيهم بيشوفوا على الماتش برضه بتمرن. اولويات. يلا بينا، يلا جامد. بس جامد. ادم في عدة كمان، انا بجد اقسم بالله ما ساعدت. فوق هنا ساعدت، بس عادي دي عدة عالمي اقسم بالله. على فكره هو ما كانش محتاج مساعده، هو بس عشان التمرين ده هو بعيد عنه فتره طويله، فاكيد برضه حته الادابتيشن دي يعني واقعه شويه، وعشان ده فري ويت فهتلاقي ان هو ايده بترقص، بس كوزن هو قادر. وانا متاكد. دي ايه؟ دي 60 كيلو. هتشيل بقى ال 65 اللي هي اعلى حاجه في الجيم، تبقى قفلت اللعبه. اليوم الجاي قلبي عندك، الباي دي مش عندك. كده باي شكلها وحش كده ليه؟ انا اسف ولكن قلت حاجه. شكلها حلو والله العظيم في الحقيقه. يا عم ما تظلمونيش يا جدعان، شكلها شديد، شكلها قوي في الفلوج. امال ايه اللي حصل؟ ايه القرف اللي انا شفته وانا بعمل البتاع ده؟ كتف خلفي بلعبه هنا التمرين الوحيد اللي بلعبه سنجل. استغفر الله العظيم يا رب. الكتف لازم يكبر، اعمل ايه؟ بص انا عندي ايه؟ رير دلتا اصلا الرو مش الفلاي. انت جدع، هي اللي عندي النهارده الحمد لله. كنت دخلت يوم ابر الاولاني في الثاني برضه، عشان كده انا ما بحبش اخلي فيه ايام ابر كتير قوي، يعني اخري يبقوا يومين ابر مختلفين. في ناس بتخلي 3 ابر في الاسبوع مختلفين و4 ابر في الاسبوع يعني. لا عادي، في ناس تحب كده، بس في ناس اقسم بالله ثلاثة. لا 3 تتعمل، 4 بقى دي اللي مستحيله. شفت واحد قبل كده عامل ابر ايه وبي وسي ودي تقريبا بيتعلم الحروف وبلخبط وبتاع. انا اخري هم يومين ابر كده وخلاص. طيب يا جدعان انا كده خلصت التمرينه، ولكن انا بصراحه لسه باقي لي شكلين بايسبس، واحد كيرل واحد هامر، وباقي لي شكل ترايسبس بوش داون، مجموعتين بوش داون مجموعه اوفر هيد. ولكن انا الحمد لله انا دراعي عايز اهديه شويه، فهاجل بجد عايز اهديه شويه، فهاجل تمارين الباي والتراي. لا هو هيكمل بقى عشان هو كمان فاتوا تمارين انا عملتها في الاول. هاجل تمارين الباي والتراي بعد بكره عشان عندي ابر كده يعني. هريح بكره. لا بكره ريست اخيرا، انا جسمي مطبق. بكره ريست بعد بكره والله يا ابني البيت العماره كلها كانت بتولع. عندك بعد بكره عندك لور؟ بعد بكره عندي ابر حلو، وبعدين لور وبعديها لور. فبعد بكره هلعب معاهم بقى البايو تراي، لان انا كده اصلا عندي ابر فيه ما فيهوش دراع، فاكن انا لعبت النهارده ابر من غير دراع. طبعا المفروض النهارده ابر اللي بدراع عادي مع جسمي ما فيهاش اي حاجه، ولكن دي لو عضله مميزه عندك، لو مش مميزه اكيد يعني مش هتعمل كده. اشوفكم ولا استنى نخش على بوزن كام. بص